عارف ان جوجل دلوقتي بتديك اداة بتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي مجانا؟ ايوه، من غير ما تدفع فلوس. ومش بس كده، هتعمل فيديوهات طويلة وهتعمل كل الكلام ده من موبايلك كمان، عشان انا عارف ان اغلب الناس شغالين عن طريق الموبايل. في الفيديو ده هوريك خطوة بخطوة ازاي تستخدم فيو 3 من غير ما تدفع اي حاجة، وكمان من غير الحاجة الى في بي ان. بس خد بالك في تفصيلة صغيرة جدا، لو وقعت منك الطريقة كلها مش هتشتغل، فركز معايا للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لو انت اول مرة تتابعني فانا اسمي محمود، او تقدر تقول لي يا سونيك عادي يعني. بقدم محتوى عن الذكاء الاصطناعي وبقول لك على ادوات الجديدة وازاي تقدر تستخدمها بشكل سهل وبسيط، وازاي تقدر تطلع ربح من خلال الادوات دي وتبدا انك انت تربح. وعلى فكرة انا مش ذكاء اصطناعي، انا بني ادم والله العظيم زيكم، وصوتي ده مش ذكاء الاصطناعي حقيقي بنسبة 100%، عشان بس في ناس كتيرة جدا بتسالني على الموضوع ده. صحيح انا بتكلم على الذكاء الاصطناعي، ولكن انا بني ادم والله زيكم. فيا ريت يعني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو انت حابب يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل فما تنساش تفعل زر الاشعارات. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. في البدايه كده تفتح عندك جوجل عادي جدا، وبعد كده تطلع فوق هنا عندي جوجل ابس او ال9 نقاط دول، وهتضغط عليهم بالمنظر ده. وبعد كده هتنزل تحت هنا عند التطبيق ده وهتضغط عليه اللي مكتوب عليه فيدز، وهتلاقي ان جوجل فيدز فتح عندك بالمنظر ده. لو انت كده خدت بالك هتلاقي ان هنا مكتوب فيو 3.1 ومكتوب جنبيه كلمه نيو، يعني هو لسه متضاف جديد. فهنضغط عليه وهتلاقي ان الصفحه دي فتح قدامك بالمنظر ده. ولكن خلي بالك طريقه استخدام جوجل فيدز على الموبايل بتكون مختلفه شويه، فتعالى اوريك بتتعمل ازاي. زي ما انت شايف انا فاتح عندي جوجل بشكل طبيعي جدا. لو احنا طلعنا فوق هنا وضغطنا على ال9 نقاط زي ما احنا عملنا يعني من شويه على الكمبيوتر، زي ما انت شايف كده هتلاقي ان جوجل فيدز مش موجوده عندي تماما. هتنزل تحت هنا في السيرش بتاع جوجل وهتكتب عندك جوجل فيدز بالمنظر ده. بعد كده تضغط عندك على سيرش وهتضغط على اول رابط هتلاقيه في وشك اللي هو الرابط ده، وبعد كده تضغط هنا عندك على ساين ان تو فيدز بالشكل ده. وبعد كده هتسجل من هنا بالجيميل بتاعك، وهتلاقي ان الرساله دي ظهرت لك. هتلاقيها يعني انها بتقولك ان جوجل فيدز مش بيشتغل على الموبايل، وانها فقط بتشتغل على اي كمبيوتر. لو انت عايز تحل المشكله دي فالموضوع سهل جدا. هتطلع فوق هنا وتضغط على ال3 نقاط دول بالشكل ده. بعد كده هتنزل تحت هنا وهتختار موقع مصمم للكمبيوتر، وزي ما انت شايف هتلاقي ان جوجل فيدز فتح عندك بشكل طبيعي جدا زي شاشه الكمبيوتر بالظبط. ممكن بقى نعمل كده زوم شويه ونضغط هنا على فيو 3.1. المشكله بقى هنا انه يطلع عينك شويه في الزوم ان والزوم اوت، لان هنا الزوم ان والزوم اوت رخمين شويه. زي ما انت شايف كده كل شويه بيعمل لي زوم، لازم تعمل زوم من الحواف اللي هي موجوده هنا. وتقدر بقى دلوقتي حاليا تطبق معايا الشرح اللي انا هشرحه دلوقتي، ولكن طبعا انا هرجع على الكمبيوتر تاني علشان الصراحه لو انا كملت على الموبايل هنا هتشل. لو احنا كده طلعنا فوق هتلاقي ان الموديل معمول عندنا على فيو 3.1 وبينشأ لنا فيديوهات مدتها 8 ثواني بجوده 720 بي، كاننا بالظبط بننشئ فيديوهات باستخدام فيو 3 من موقع فلو. لو احنا بقى عايزين نصنع فيديوهات عندنا هنا في طريقتين. لو احنا ضغطنا هنا هتلاقي الموجوده عندنا هنا في طريقتين هنقدر من خلالهم ان احنا ننشئ فيديوهات. اول طريقه وهي من خلال كرييت فروم سكراتش، واللي انت بتقدر عن طريقها انك تضيف نص ويحوله لك الى فيديو. يعني هتكتب هنا النص او الوصف اللي انت عايزه للفيديو، وبعد كده تضغط هنا على جنريت ويحول لك النص ده الى فيديو. اما تاني طريقه وهي انيميت ايمج، واللي انت بتقدر عن طريقها انك تضغط هنا على اد ايمج وتختار من هنا الصوره اللي انت عايز تحولها الى فيديو، وتكتب هنا النص اللي انت عايزه لتحويل الصوره دي الى فيديو، ويحول لك الصوره دي الى فيديو بالظبط بنفس الوصف اللي انت كتبته. ومتقلقش هجرب معاك الطريقتين. خلينا اول حاجه نبدا باول طريقه كرييت فروم سكراتش، فهنضغط عليها. انا بالفعل كان عندي نص وحابب ان انا احوله الى فيديو، فهعمل هنا بيست او لصق للنص ده او البرومت ده. وطبعا لو انت خدت بالك هتلاقي في البرومت ده ان انا كاتب كلام باللغه العربيه، علشان عايزين نعرف هل هيقدر ينشئ لنا فيديوهات فيها حوارات باللغه العربيه. فزي ما انت شايف انا كاتب كذا جمله باللغه العربيه. بعد كده تضغط هنا على الاسبكت ريشيو وهتختار المقاس اللي انت عايزه للفيديو. هتلاقي موجوده عندك فيه مقاسين، مقاس 16 ل 9، وده طبعا مناسب لفيديوهات اليوتيوب زي الفيديوهات اللي بتكون بالعرض. اما تاني مقاس وهو 9 ل 16، وده طبعا المقاس المناسب للفيديوهات اللي بتكون بالطول زي فيديوهات بتاعه التيك توك والانستجرام ريلز والكلام ده. انا هختار المقاس ده اللي هو من 16 ل 9، وبعد كده نضغط هنا على جنريت او توليد. وبالفعل كده زي ما انت شايف بدأ حاليا في توليد الفيديو. وطبعا لو انت لاحظت كده هتلاقي ان توليد الفيديو سريع جدا ومش بيتاخر، وده طبعا شيء كويس جدا. والفيديو بتاعنا بقى جاهز. تعالى كده نشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. لو احنا عايزين نجرب الفيديو هنضغط عليه كده. ايه يا عم هتبوظ شكلي ولا ايه؟ استنى بس، انت فاهم بتعمل ايه؟ يا نهار ابيض. طب حلو كده بقى ملك بستايل. زي ما انت شفت كده الفيديو الصراحه كان تحفه جدا، وبالفعل هتلاقي ان الشخصيه كانت بتتكلم باللغه العربيه
صحيح ان كان في بعض الكلمات باللغه العربيه كانت بايظه، ولكن طبعا ده يعتبر شيء طبيعي جدا، لان برضو فيديو 3 مازال برضو بيطلع بعض الاخطاء في اللغه العربيه. ده برضو فيديو تاني انا كنت عملته، ولكن الصراحه النتيجه بتاعته ما كانتش افضل حاجه، كان يعني فيها اخطاء، فعملت ريكرييت او عملت اعاده انشاء، وعمل لي الفيديو ده اللي انت اتفرجت عليه من شويه. زي ما انت شفت كده قدرنا بنعمل بكل سهوله فيديو بشكل مجاني. لو انت بقى عايز تحمل الفيديو ده عندك ايا كان عندك على الموبايل او عندك على الكمبيوتر، فالطريقه سهله جدا وبسيطه. هتنزل تحت الفيديو هنا وتضغط على انسيرت فيديو، والفيديو هيتضاف عندك هنا في التايم لاين بالمنظر اللي انت شايفه ده. بعد كده تطلع فوق هنا عند فايل وهتضغط عليها، وبعد كده هتنزل تحت هنا عند داونلود، وبعد كده تختار ام بي 4 بالمنظر ده، والفيديو هيبدا يعمل داونلود وينزل عندك على الكمبيوتر او عندك على الموبايل، وزي ما انت شايف هيتحمل عندك بشكل طبيعي جدا. خلونا بقى المره دي نجرب ان احنا نحول صوره الى فيديو. احنا دلوقتي استخدمنا اول طريقه اللي هي تحويل النص الى فيديو، وطلعت معانا نتيجه كويسه جدا. فاحنا بقى المره دي هنختار انيميت ايمج، علشان انا عندي صوره وحابب ان انا احولها الى فيديو. طبعا ما تنساش انك تمسح البرومت القديم ده بالشكل ده وتعمله ديليت. لو احنا عندنا صوره وحابين نحولها الى فيديو، هنضغط هنا على اد ايمج. هختار مثلا الصوره دي كده صوره بستايل كرتوني، فهحدد عليها بالمنظر ده واضغط هنا على اوبن، وهنكتب الوصف اللي احنا عايزينه للفيديو. انا بالفعل برضو محضر وصف من الاول اللي هو الوصف ده، وطبعا زي ما انت اخد بالك برضو هتلاقي ان انا برضو كاتب حوار باللغه العربيه عشان نشوف النتيجه هتطلع معانا تبقى عامله ازاي. وبعد كده هنضغط هنا على جنريت او توليد، وهيبدا دلوقتي يحول لنا الصوره بتاعتنا دي الى فيديو. وبالفعل الفيديو بتاعنا بقى جاهز. قبل بس ما نشوف النتيجه خلينا بس نحدد على الفيديو ده بالمنظر ده ونعمله ديليت من هنا، وبعد كده نضغط هنا على انسيرت فيديو علشان الفيديو بتاعنا يتضاف هنا، وبعد كده نضغط هنا علشان نشوف النتيجه. أخيراً زايرني حد. 2000 سنة وأنا لوحدي هنا. مين انت؟ زي ما انت شفت كده النتيجه طالعه برضو ممتازه جدا، والحركه بتاعت مشهد الكرتوني كان شكلها برضو ممتاز جدا. ده غير كمان ان الشخصيات كانت بتتكلم باللغه العربيه بشكل مظبوط جدا. وبما ان الفيديو عجبني فاكيد طبعا هعمله داونلود. في برضو طريقه تانية تقدر تعمل بيها داونلود. هتطلع فوق هنا وتضغط على السهم ده، وبعد كده تضغط هنا على داونلود ام بي 4، والفيديو برضو هيتحمل معاك بشكل عادي جدا. فانت تقدر تحمل الفيديو بتاعك من هنا او من هنا لو انت عايز. طبعا عارف انك دلوقتي هتسالني وتقول لي يا سونيك طب ازاي بقى اقدر اصنع فيديوهات طويله؟ والموقع ده زي ما انت شايف اخره ينشئ فيديوهات مدتها 8 ثواني. لو احنا بقى عايزين نعمل فيديوهات طويله زي ما احنا قلنا الموقع ده مش بيقدر يعمل فيديو اكتر من 8 ثواني. احنا بقى هنعمل حاجه تانية تماما. بكل بساطه اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنضيف مقاطع منفصله جنب بعض بالمنظر اللي انت شايفه ده، وبكده هنقدر نعمل فيديوهات طويله. وبدل ما الفيديو يكون مدته 8 ثواني بس، هنقدر نوصل الفيديو لدقيقه ودقيقتين وخمس دقايق كمان. وتعالى بقى كده اوريك ازاي تقدر تعمل الكلام ده بكل سهوله. بكل بساطه يا شباب اللي انا عملته ان انا فتحت عندي كلود، على فكره برضو تقدر تستخدم الشات جي بي تي لو انت حابب، ووصفت له شكل القصه اللي انا عايزها، وطلبت منه ان هو يعمل لي قصه مدتها دقيقه. وبالفعل كده يا شباب زي ما انتم شايفين هتلاقي انه كلود عمل لي برومت للشخصيات بالمنظر اللي انت شايفه ده، ووصفهم لي وصف دقيق، بل وكمان عمل لي 7 مشاهد بالمنظر اللي انت شايفه ده، وضاف لي عليهم حوارات باللغه العربيه تحديدا يعني باللهجه المصريه، بل وكمان عمل لي برومت لكل مشهد بالمنظر اللي انت شايفه ده، واقدر ان انا انسخه بسهوله من هنا، عشان يعني لو انا عايز احول المشاهد بتاعتي دي الى صور، وبعد كده اقدر اخدها واحولها الى فيديوهات. عموما يعني انت هتلاقيني سايب لك الوصف اللي انا كتبته لكلود، عشان يعني لو انت حابب تاخدها وتعدل عليها شويه على حسب يعني القصه بتاعتك، وعلشان اقدر احول المشاهد بتاعتي دي الى صور، واحول برضو الشخصيات بتاعتي الى صور، بحيث يعني اقدر احافظ على شكل الشخصيات بتاعتي في المشاهد بدون ما شكلها يتغير. فتحت عندي موقع فلو وحولت المشاهد بتاعتي دي الى صور من خلال النموذج بتاع نانو بنانا 2، وبالفعل زي ما انت شايف عمل لي الصور الرائعه جدا دي. وطبعا لو انت خدت بالك هتلاقي قدر بالفعل ان هو حافظ لي على شكل الشخصيات بتاعتي في جميع المشاهد. عموما يعني لو انت حابين اشرح لكم الموضوع ده بشكل مفصل واوريكم ازاي تقدروا تصمموا الشخصيات والكلام ده، اكتبوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصص للموضوع ده. المهم يعني زي ما انت شايف صمم لي المشاهد بتاعتي بالمنظر ده، واقدر دلوقتي ان انا اخد الصور دي واحولها الى فيديوهات لو انا عايز. لو انا بقى عايز احول الصور دي الى فيديوهات باستخدام موقع فيدز واعمل منها فيديو طويل، هرجع تاني على موقع فيدز وهتاكد ان انا مختار الطريقه التانية اللي هي انيميت ايمج، علشان عندي صور وحابب ان انا احولها الى فيديو. بعد كده همسح الصوره بتاعتي القديمه دي واضغط بعد كده هنا على اد ايمج، واختار من هنا الصوره بتاعت اول مشهد وهعمل لها من هنا اوبن. خلينا بس نمسح البرومت بتاعنا القديم ده. هرجع تاني على موقع كلود وهضغط هنا على المشهد الاول وهعمل له نسخ من هنا. هرجع تاني على موقع فيدز
وهعمل هنا بيست او لصق للبرومت بتاع اول مشهد، وهرجع تاني على كلود وهاخد الحوار بتاع المشهد الاول بالمنظر ده، اخده كوبي وهضيفه تحت البرومت هنا بالشكل ده. طبعا اعمل اسبكت ريشيو او مقاس الفيديو على 16:9، وبعد كده نضغط هنا على جنريت او توليد علشان يحول لنا الصوره دي الى فيديو. ودي شكل النتيجه اللي طلعت معايا. هنضغط هنا على انسرت وتعالى كده وليه شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي. يا سامي، دي مش حاجة عادية يا حبيبي. هي بتنور ليه كده؟ زي ما انت شايف كده الفيديو طالع ممتاز جدا. وبعد كده هعمل نفس الكلام اللي انا عملته من شويه، وهحول كل الصور دي الى فيديوهات بنفس الطريقه اللي انا شرحتها. فدلوقتي كل اللي انا طالبه منك لو انت عايز تعمل فيلم طويل انك تحول جميع الصور بتاعتك الى فيديوهات بنفس الطريقه اللي انا شرحتها. تمام، بعد ما حولت بقى جميع الصور بتاعتي الى فيديوهات بالمنظر اللي انت شايفه ده، زي ما انت شايف كده عملت فيديوهات كتيره. لو انا بقى عايز اعمل فيديو طويل كل اللي انا هعمله هسحب سامي، الفيديو بالمنظر دي ده مش حاجة عادية يا وهنزل حبيبي. بيه تحت هنا في التايم لاين بالشكل ده. بعد كده هسحب المشهد يا التاني نهار ابيض. وهنزل برضو بيه تحت بالمنظر ده في التايم لاين، وعملت نفس الكلام مع باقي المشاهد وضفتهم تحت بالمنظر ده. ودلوقتي كده حاليا زي ما انت شايف بقى عندي فيديو مدته 45 ثانية بدل ما كان 8 ثواني فقط. انت بقى حرفيا بتقدر بالطريقة دي انك تعمل قصة كاملة. وبرضو من الحاجات الجميلة اللي الموقع ده بيوفرها لك وهو انك انت ممكن تعمل ترانزيشن او انتقال ما بين المشهد والتاني. لو انت كده خدت بالك هتلاقي ان هنا في زي زر هنا، لو انت ضغطت عليه او ضغطت هنا على اد ترانزيشن بيقول لك هنا اختار الترانزيشن اللي انت عايزه للفيديو. ولو انت وقفت على الترانزيشن او الانتقال هيوريك شكل الانتقال هيبقى عامل ازاي. فتقدر بقى من هنا تختار الانتقال اللي انت عايزه. لو انا مثلا عايز الانتقال ده هضغط عليه، ولو احنا كده جينا نشغل الفيديو هيشتغل معانا بالمنظر ده. انا لوحدي هنا. الباب ده بيتفتح لما تقول له سر وسر. تقدر بقى بالطريقه دي انك تعمل انتقالات ما بين المشهد والتاني لو انت عايز. يعني لو انا عايز بقى احمل الفيديو بتاعي ده بالكامل بدل بقى ما احمل فيديو والكلام ده، هتطلع فوق هنا على طول تضغط على فايل، بعد كده تنزل تحت هنا وتضغط على داونلود، وتضغط بعد كده هنا على MP4، والفيديو هيتحمل معاك بالكامل بالمنظر اللي انت شايفه ده. زي ما انت شايف كده الفيديو شغال معانا زي الفل بالشكل اللي انت شايفه ده. وعلشان بقى يا شباب اكون صادق معاكم زي ما انتم متعودين مني دايما الحمد لله، الموقع ده يا شباب بيديك ليميت معينه لصناعه الفيديوهات. لو انت بتسال ايه هي عدد الفيديوهات اللي بيديها لك او اللي انت تقدر تصنعها، هم حوالي تقريبا 10 فيديوهات في الشهر. زي ما انت شايف انا حاليا دلوقتي عملت 8 فيديوهات، وبقالي كمان فيديوهين اقدر ان انا اعملهم علشان يكون المجموع 10 فيديوهات تقدر تعملهم في شهر. وبعد كده هيتجددوا تاني في يوم 1 مايو الساعة 10 صباحا. لو انت بقى عايز تستخدم الموقع ده اكتر من مرة، يعني لو خلص منك ال10 فيديوهات المسموح انك تعملهم في الشهر، هتطلع فوق هنا وتضغط على البروفايل بتاعك وهتختار من هنا اي ايميل تاني تسجل بيه على الموقع، بحيث يعني ان الموقع يوفر لك 10 فيديوهات كمان. ولو انت عندك اكتر من ايميل تقدر تبدل ما بينهم، وفي كل ايميل هتقدر تعمل 10 فيديوهات. وبعد كده تقدر تجمع كل الفيديوهات اللي انت عملتها دي من ايميلات مختلفة وتدمجهم كلهم جوه فيديو واحد، وفي الاخر يطلع معاك فيديو طويل تصل بقى مدته 5 دقايق او 10 دقايق او اكتر كمان، ولكن ده طبعا بيعتمد على حسب الايميلات اللي موجوده معاك. وبس كده يا شباب وصلنا لاخر الفيديو. يا رب يعني ان شاء الله يكون الفيديو عجبك واستفدت منه حتى لو بشيء بسيط جدا. المهم بقى انت تقدر بالطريقه السهله جدا وبسيطه دي والمجانيه كمان، هي صحيح محدوده ولكن هو يعني بيديك عدد محاولات اكتر من موقع فلو اللي تقريبا اخرك تعمل فيه فيديوهين فقط، انما موقع فيدز بيسمح لك انك تعمل 10 فيديوهات في الشهر. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلتش عليكم باي معلومه، فاتمنى منك برضو ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وانك تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.